النادي الأهلي خسر اللاعب وسام أبو علي الذي كان يعد مهاجما أساسيا ولاعبا مميزا، وكان حاضرا معنا دون أن يشغل مكان لاعب أجنبي. لا يوجد لاعب غير أجنبي يمتلك تلك الجودة، ورحيل وسام عن النادي الأهلي لم يكن برغبة النادي، بل كان قصرا، لأن من المؤكد أن الأهلي لم يكن ليفرط فيه، تماما كما لم يكن ليفرط في محمد عبد المنعم. ومع ذلك لم يبع الأهلي اللاعب إلا وفقا لشروطه المالية 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى $2 كمكافآت، فضلا عن 15% من قيمة إعادة البيع، وهي مكاسب ضخمة مقارنة بالمبلغ الذي اشتراه به الأهلي. ولو أن لدينا إدارة ذكية واعية وتملك نظرة فنية ثاقبة، لكانت قادرة على التعاقد مع لاعب أجنبي يفوق وسام 2 أو 3 في المستوى بنفس القيمة التي بيع بها أو حتى بأقل. لكن هذه هي المشكلة الأساسية، الإدارة ذاتها ونظرتها. فحين كان في متناولهم التعاقد مع فيستون مايلي بنفس السعر الذي جاء به وسام لم يروه، وذهبوا للتعاقد مع موديست بدلا منها. دلوقتي واحد زي وسام لما يجيله رقم زي 6 مليون، هو يقدر يجيله اكتر من كده لاحقا ولا لا؟ فابتدي ابص على السجل بتاع وسام واحد من اللعيبه مثلا اللي عنده تراك ريكورد اصابات كتير. وسام 26 سنه، وبالتالي هو والسوق بتاعي دلوقتي بقى سوق خليج. سوق الخليج في شقين، في الشق السعودي ده كده ما بتكلمش في ليفل وسام خلاص صح، وفي الشق الثاني اللي هو الاماراتي والقطري اللي حوالينا. والليفل الاماراتي والقطري هو في الاول في الاخر هيبقى متاح للاعب، بس هو اللاعب بالنسبه له واحد من 20 مرشح جاي له من وكلاء، ما بيشتغلوش بالسيستم بتاع انا عايز ده لسبب ما، هو بيشتغلوا بان انا معايا بادجت، معايا كذا هات لي. فبالتالي انا عارف كويس ان وسام مثلا عمره ما هيجي له ال 6 مليون دول تاني. حلو، فانا هحاول اقرص قد ما اقرص، بس ابقى عارف ان انا اول ما اوصل لاعلى رقم ممكن، انا مش عايز رقم تعجيزي، ومش عايز رقم لمجرد ان هو يناسبني، لا هو لازم يكون رقم منطقي في السوق اللي حواليا. ساعتها هقرر ان انا ابيعه. ليه بقى؟ لان انا باصص على وسام ليه تصريحات في التلفزيون قبل كده بيقول فيها انا ضغطت جامد على النادي بتاعي عشان اجبرهم يبيعوني للاهلي. صح، نفس اللي هيحصل عليك. فبالتالي انت عارف كويس ان ده معناها ان اللاعب عنده تراك ريكورد، لازم يكون محضر بالظبط كده من التصرف العنيف، قبل ان انت ما تمشيش ما توافقوش في الرحله بتاعته او في الراي بتاعه اللي هو عايزه. فانا كان تخيلي الشخصي ان قبل ما وسام يطلع الطياره وهو رايح على امريكا، انا لازم اكون عارف مين محضر. وعلى فكره قال ساعتها ان الاهلي كان بيفكر في مصطفى وقبل كاس العالم، والاهلي حاول، بس ما اعرفش الكلام ده كانت جس نبض واشاعات ولا كلام كان في الهواء. ثانيه برضه ممكن تخلينا في السخن يعني. طبعا لو انت حاطط في الاداره الرياضيه مثلا شويه مبادئ كده، زي ان مثلا في بلد زي مصر منطقي ان الاجنبي ما ينفعش يقعد دكه، مش عشان حاجه، بس هو لو امكانياته ما تسمحلوش يلعب اساسي يبقى هو مش منطقي. صح. فبالتالي انا عمال افكر في مصطفى محمد. ليه؟ لان وسام واخد مكان مصري، مش واخد مكان بقى اجنبي. صح. فانا لو خسرت وسام انا عايز احافظ على الاجانب واشتري وسام. طيب هو مين الاحتياطي بتاعه؟ جراديشار اللي قاعد على الدكه. ايوه جراديشار لعيب كويس قوي بالنسبه للعيب قاعد على الدكه، ويمكن ما فيش في مصر بوتنشال كتير للعيبه زي كده. بس انت بما ان المساله فجاه فتحت معاك انك عندك تريزيجيه واشرف بن شرقي وزيزو وكان طبعا وراهم كمان في بقى حسين ومجدي قفشه، وفي مجموعه كبيره جدا نص ملعب امام وبن رمضان، في مجموعه كبيره من اللعيبه اللي بتلعب تحت راس الحربه. فبالتالي انا كواحد برسم فرقتي، انا لو شلت جراديشار من على الدكه هو اللعيبه دي هتكمبيت على مكانه، هخلق مساحه ليهم. بالظبط، فهو يقدر يخدم عليهم كويس جدا. بالظبط كده. فانا بالنسبه لي لو انا حاطط في بالي، انا ما كنتش قعدت جراديشار دكه، انا كنت بعت جراديشار، بعت وسام، جبت لعيب اجنبي جامد ما يقعدش يعني ما يبقاش قاعد، وبني ادم بال6 مليون دولار. لو انا خدت 6 مليون دولار او 7 مليون دولار من وسام اقدر اصرف 4-5، طبعا هتجيب لي مهاجم. او ان انا اقرر ان انا لاعب جراديشار ويبقى هو المهاجم الاساسي بتاعي، هبقى عارف ويبقى عندي شريف موجود، واجيب بقى مهاجم ثالث دكه يقعد، بس انا عارف ان جراديشار هو المهاجم بتاعي اللي هيقدر يخدم على اجنحه ولعيبه جايه من نص الملعب زي امام بن رمضان. فالعدد الاهداف اللي كان بيسجله وسام مثلا لو بيسجل 20 جول، فالتورته دي تتوزع على اللعيبه موجوده حواليه. اعتقد ده الحل البديل الثاني كان
ان جراديشار ما يقعدش دك. يعني انا رايي في الاخر اقصد ان الاجنبي ما يقعدش دك، صح. فانا رايي ان جراديشار مش هيكون اساسي الاهلي طول الوقت، هو مش اللعيب ده، لان عنده قرارات سليمه بس عشان ياخدها بياخد ثانيه تبطيء للكوره. المهاجم راس ماله الرئيسي انه يطلع من منطقه الجزاء ياخد معاه حد يخش مكانه يديله الكوره، كورته سليمه لما بيلعب على الوينج، كورته سليمه لما بيعمل اسيست، لما بيخش منطقه الجزاء مش اسوأ واحد في الدنيا يعني بيبقى 6 من 10، مش اعلى حاجه، بس في نفس الوقت برده ما فيش رؤوس حربه كتير لما بيطلعوا من منطقه الجزاء بيبقى ليهم ثمن. فجراديشار ليه طريقه جيده في اللعب، بس مع اللعيبه اللي موجوده في الاهلي، مع النجوم الكتير اللي موجوده اللي عندها حلول تصويب ولعب من بره منطقه الجزاء وجري ودبل باص والحاجات اللي شبه كده، اعتقد ان يتقعد وسام ويكون جراديشار بديل ليه وتبقى هي دي التوليفه اللي انت ماشي بيها. بس لو انت عارف من الاول ان وسام هيمشي يبقى جراديشار مش منطقي يبقى عندي واحد قاعد على الدكه اجنبي. بس انا افتكرتك هتقول ان جراديشار هيبقى انسب واحد في ظل يعني يكون عندك مثلا زي تريزيجيه وزيزو وبن شرقي موجودين وامام يخش منطقه الجزاء. يعني انا لو طلعت بس انا اقدر امام او بن رمضان الاثنين يقدروا حد فيهم يبقى اللي هو اللعيب اللي بيجي من تحت مثلا، يعني طبعا يقدر يعملها. بس انت عايز راس الحربة بتاعك يكون هو ده الشكل بتاعه ولا يكون الشكل بتاعه عامل زي وسام؟ طب تيجي نسأل ريبيرو. انت شايف في ماتشات كاس العالم، يعني طبعا مش هنقدر نحكم حكم نهائي ولا حتى حكم شبه نهائي يعني، او يعني انا اعرف كويس قوي المسيره بتاعت ريبيرو في اورلاندو بالظبط، فبالتالي ممكن اتكلم منها. بس طريقه لعب الراجل، هو عايز المهاجم اللي شبه وسام ولا المهاجم اللي شبه جراديشار؟ اعتقد انه عايز المهاجم اللي شبه وسام في تشكيله الاهلي دي، في توليفه الاهلي. زيزو بيلعب كرات عرضيه، مين بيلعب بالهيد، جراديشار ولا وسام؟ جراديشار خرج من منطقه الجزاء، مين الناس اللي بتتصرف جوه منطقه الجزاء؟ هو ما استخدمش زيزو في كاس العالم. لا انا بدي لك. ايوه انا فاهم احنا ماشيينها واحده ماشي. فانت هنا بتتكلم على ان اعتقد ان هو التوليفه الانسب ليه، يعني لو خرجت له جراديشار وخرجت له وسام وجبت له مهاجم اجنبي هيختار يبقى شبه وسام ما يبقاش شبه جراديشار. فاهم قصدي؟ لان الجزء بتاع صناعه الفرص، صناعه الجزء الكره بنى لعب، كده تحكم، كده استحواذ، بعد كده هجوم، بعد كده تهديف. الجزء بتاع الهجوم بتاع صناعه تخليق الفرص جيد جدا عندي، مش محتاجه. صح، مش محتاج المهاجم الوهمي. كمان لعيب ينزل يلاقي انا عايز حد يبقى قدام هو اللي يسجل، انا ما بقاش محتاج المهاجم الوهمي ده، لان الجزء ده مليان لعيبه عندها كرياتيفيتي، عندها ابداع وعندها حلول فرديه كويسه.